السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت لكم النهاردة جولة في حدائق العاصمة. وهوريكم كده الحدائق اللي هناك، اللي حوالين العمارات، والعمارات هناك شكلها عامل ازاي. وكمان هوريكم الشقة اللي هي 90 متر من جوه والحجم بتاعها. وهوريكم كمان اخدكم في جولة بسيطة كده، اوريكم شكل الشارع هناك عامل ازاي. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، في حدائق كده حوالين العمارات. العمارات كلها تقريبا شكل واحد ونفس اللون، بس في عمارات لونها لبني وفي عمارات لونها برتقاني، بس كلهم نفس الحجم. وده جهاز حدائق العاصمة اللي بتدفعي فيه فلوس المرافق بتاعت الشقة. هسيبكم كده في جولة تتفرجوا على الشكل العام بتاع العمارات، وكمان شكل الحدائق هناك والشارع. بس عايزة اقولك ان الشوارع هناك جميلة جدا، وفي زرع كتير وحلوة جدا، وفي مكان للعجل، اللي بيسوق عجل، وفي مكان للعربيات. وبصي في برضو بصي الشكل العام جميل جدا هنا. في ورد كتير. وده شكل شارع تاني. هسيبكم بقى تتفرجوا على الشكل العام كده، وبعد كده هرجع لكم في اخر الفيديو اوريكم الشقة من جوه شكلها عامل ازاي، وحجم الاوض عامل ازاي، والعمارة وكل حاجة. وهنا قربنا للعمارة اللي هوريكم الشقة، اللي هصور لكم الشقة اللي فيها يعني. وعايزة اقول لكم العمارات اللي بره احسن من اللي جوه، علشان بتطل على الزرع والشجر. ده الباب بتاع العمارة. وطبعا البلكونات كلها حجم واحد، والعمارة 6 ادوار. والشقق برضو كلهم في العمارة نفس الحجم، 90 متر.
دلوقتي احنا طالعين على الشقة، وده مدخل العمارة، ودي السلالم. بتطلعي كده في برضو شباك وانت طالعة، وكل دور فيه 4 شقق، شقتين على اليمين وشقتين على الشمال. والتقسيمات الشقق كلها نفس الحجم ونفس الشكل. كده انا طلعت الشقة، ودي البلكونة، دي الاطلالة بتاعت البلكونة. في زرع لسه هيتزرع قدامها. عايزه اقول لكم في ورد كتير وحلوة قوي ما شاء الله. الاطلالة بتاعت البلكونة جميلة جدا، والصالة برضو حلوة. البلكونة مش صغيرة، كويسة، ممكن تحطي فيها ترابيزة وكرسيين. ده باب الشقة. بعد كده اول ما تدخلي من باب الشقة في طرقة. اول حاجة بتلاقي المطبخ فيه شباك، وفي حوض وحنفية، ومعمول صرف للغسالة، ومعمول سيراميك. وده كده يعني زي اوضة كده للخزين، او بلكونة صغيرة ممكن تحطي فيها الغسيل. وده الباب بتاعها، ده في نفس الطرقة، انت ماشية في الطرقة جنب البلكونة دي الصغيرة. الحمام برضو سيراميك، وفي برضو بانيو صغير، وفي الدش، وفي كمان حوض وحنفية. وده الارضيه. عايزه اقول لكم ان احنا بس بناخد فكره يعني عن الشقه، لسه ما استلمناهاش، عشان كده تلاقيها متطربه. دي اوضه النوم. اوضه النوم كويسه، تاخد اوضه نوم يعني دولاب وسط وتسريحه وسرير. يعني بلاش تبقى اوضه نوم، يعني هي مش اوضه نوم كبيره قوي، ما تاخدش يعني اوضه نوم كبيره قوي، يعني اوضه نوم وسط. وده شباك اوضه النوم، بس حجم اوضه النوم متوسط حلو مش وحش. بعد كده بنمشي كده، هتلاقي بقى في نفس الطرقة الناحية التانية اوضة اطفال. واوضة الاطفال دي هتاخد معاكي سريرين اطفال صغيرين، يعني السرير ياخد فرد واحد، ودولاب ضلفتين، ممكن تسريحة صغيرة. بس سريرين اطفال صغيرين مش كبار، يعني يدوب ياخدوا فرد واحد. لو هتجيبي سرير صغير هيبقى مثلا لو عايزة سرير واحد هتجيبيه ممكن فردين. بعد كده بنروح للأوضة اللي جنبهم. الأوضة دي أصغر من الأوضة اللي فاتت، برضو فيها شباك. ودي شكل إطلالة الشباك حلو جدا، والجو هناك حلو. ودي الأرضية هي سيراميك، بس عشان ما استلمناش فلسه ما اتفرشتش، بعد كده هتبان بقى. بعد كده بنمشي بقى برا، بتلاقي الصالة. نسيت اقولك ان الصالة تاخد انتريه وتاخد سفرة، بس السفرة ما تكونش سفرة كبيرة. ودي البلكونة. الصالة هتاخد سفرة وهتاخد كمان انتريه. بس كده، وده باب الشقة. يا رب تكون عجبتكم الجولة، ما تنسونيش في